تفريز الثوم وتخزينه وده اوانه. اتفرجي كده على الفيديو، هتلاقي فيه معلومات كتير عن الثوم وتخزينه، وهنفرزه النهارده بكام طريقة، وهنعمل منه اجمل تتبيلة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. نبدأ الفيديو. بما ان مصر كلها في الفترة دي بتخزن الثوم، فقلنا نعمل فيديو كده في السريع وفي كام معلومة تفيدكم. اولا الانواع المناسبة للتخزين هي اللي بتظهر في الفترة من الأسبوع الأول من شهر مارس إلى الأسبوع الأول من شهر إبريل، ودي بتبقى صنفين: توم بلدي وده بيكون لونه أبيض، وتوم صيني وده بيكون لونه أحمر شوية. والصيني دي مش معناها انه يعني مستورد من الصين، لا، هو مزروع في مصر بس اصلا سلالته ايه صيني. وده غير التوم الصيني الابيض المستورد اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت، اللي هو بيبقى موجود في سلة بلاستيك كده. طيب هو الفرم شرط اساسي في عملية تفريز الثوم؟ لا طبعا. الثوم لما ممكن يتفصص ويتحفظ في برطمانات او كيس تلاجة عادي جدا في الفريزر مباشرة كده، والفصوص ممكن تبقى بالقشرة او من غير القشرة. احنا بنفرمه بس عشان يعني نسهل عملية الاستخدام بتاعته. طيب لازم نحط عليه خل وملح وزيت، سواء كلهم مع بعض او اي حاجة منهم. طبعا لا مش لازم. الثوم بيحتوي على مضادات قوية جدا للبكتيريا. هو لوحده كفيل انه يحافظ على نفسه. طيب بنضيف الحاجات دي ليه؟ لان الملح والخل بيكونوا زيادة في عملية الحفظ، كنوع من انواع الامان يعني. بالاضافة انهم بيدوله طعم اثناء استخدامه. الزيت وظيفته بس تسهل عملية الاستخدام، علشان بيخلي الثوم ما يبقاش كتلة واحدة، ويبقى صعب جدا ومتجمد اثناء استخدامه. وبكده هقدر اخد منه الكمية اللي انا عايزها بسهولة. طب ايه الحاجات اللي اخلي بالي منها وانا بفرز الثوم؟ اول حاجة واهم حاجة، الثوم لما بتفرزيه، اول ما بتفرميه تحطيه في اكياس، بيتشال مباشرة في الفريزر. ما ينفعش اسيبه في البرطمان او في الاكياس بره لغاية ما اخلص كل الكمية اللي انا بفرمها، وبعدين ابدأ ان انا اخزن. لا، كده لونه هيتغير معاكي، هيصفر، وهيقلل من قيمته الغذائية كتير جدا، وهيقلل من طعمه كمان، وفترة حفظه هتقل معاكي. طيب بعمل كده احيانا ولونه بيتغير معايا وبيبقى اصفر بعد التجميد، واحيانا لا، بيفضل ابيض. ايه السبب في كده؟ هو كده باظ ولا لا؟ طبعا لا، هو كده ما باظش. ده راجع لاختلاف انواع الثوم واختلافه من زرعة لزرعة، وده امر طبيعي جدا ملوش علاقة بفساد الثوم. وده يعني بيفضل شغال معاكي عادي، هو كده ما باظش ولا حاجة. طيب انا بخزنه بالطريقة القديمة في البلكونة مش في الفريزر، بس بيفضل من جوه، او آه بيطلع زرع كده، حاجات خضرة كده. ايه السبب؟ اولا لازم الثوم يتخزن في مكان ايه؟ في مكان ما توصلوش شمس مباشرة، لان الشمس هي السبب الاساسي في انه يزرع وكمان يفضى من جواه. فالمكان اللي انت هتخزني فيه يكون مكان جيد التهوية، ما يوصلوش الشمس تماما، علشان الثوم يبقى عمره طويل معاكي ويفضل معاكي طول السنة، وهو الفصوص مليانة ومش بيفضى معاكي. والشكل الصحيح للتخزين انك تخزنيه سليم، انك بتحطيه في مكان جيد التهوية زي ما قلنا، وكمان بتعلقيه عكس، يعني بتخلي الراس بتاعته تكون لفوق. دي بقى بيخليها تعيش لفترة طويلة وتفضل الفصوص سليمة زي ما هي وما يفرغش معاكي. تمام. دي كمية بقى التوم اللي احنا خلاص كده فصصناها اهي بالشكل ده. هنبدأ بقى ان احنا نجهزها ونحطها في الكبة. ويا ريت نكونوا كده يعني قلنا شوية المعلومات اللي تهمكم، ويا ريت الكل كده يكون استفاد. حطينا بقى الكمية دي وهنحط عليها خل وزيت وملح بالشكل ده، وهنبدأ نضرب. طريقة الضرب بقى في الكبة هنا دي راجعه لك انتي. في ناس بتحبوا تضربوا ناعم، وفي ناس تحب تفرموا خشن شوية. انا هنا بحب افرمه يكون ناعم شوية، علشان لما اجي اعمله مكعبات بتكون متماسكة شوية. الخل يا جماعة بيخليه ابيض ما يصفرش ابدا، ويفضل طول السنة معاكي لونه ابيض وما يغيرش.
فرمنا كده الكمية، وزي ما قلنا في الاول نفرم اول باول ونحط في اكياس. الكمية اللي احنا نفرمها نحطها في اكياس ونجري على الفريزر اهي بالشكل ده. كل ما افرم كمية في الكبة احطها في اكياس، وباخد كيس كيس كده بسرعة وعلى الفريزر جري. هتبططيه كده علشان ايه لما تيجي انا بعمله مكعبات علشان لما اجي اقطعه يكون سهل معايا. هاخده كده احطه على بلانشة قديمة او صينية كده اهو تكون مستوية، واجري بيه على الفريزر عشان ايه ما يكلكعش معاكي. لو انت حابة تحفظيه في برطمانات او علب بلاستيك او برطمانات ازاز مفيش اي مانع، كل واحد بقى بيبقى على حسب الطريقة اللي هو بيحبها اهي بالشكل ده. بعد ما خلصنا كمية التوم اللي انا فرزتها، اجي بقى اعمل منه ايه تتبيلة. دي بتنفعني بقى انها تدخل في كل الاكلات. فلفل احمر وفلفل اخضر، وبحط عليهم بقى كمية التوم، وبجيب برضو معلقة من الملح، معلقة من الكمون، معلقة من البابريكا، وشوية خل، وانزل بيهم واضربهم في الكبة. هتفرميهم برضو فرم ناعم، وهتبقى معاكي في الفريزر موجودة طول السنة. بتتحط بقى في جميع الاكلات سواء سمك او اي نوع من الاكلات انتي حباه. فرمناها كده بالشكل ده، وهبدأ ان انا ايه احطها في اكياس هي كمان، عشان ايه انا بحب اعملها مكعبات. وهحط كمية كمان في علبة، ودي بقى بتكون في التلاجة تحت على الرف. دي بقى الكمية اللي انا هحطها في العلبة بتفضل معايا بالشهور. اما اللي انا هحطها في اكياس وهحطها في الفريزر، دي بقى بتفضل معاكي طول السنة. اهي الكمية اللي انا بجهزها لاستعمالي اليومي، او يعني حسب الكمية ما تخلص بتحطها ايه بحطها على رف التلاجة. انا طبعا بعمل كميات كبيرة اكبر من كده اهي بالشكل ده. والكمية اللي انا بحطها في اكياس علشان ارجع ان انا ايه اقطعها مكعبات تاني. دي بقى لما تكون متجمدة في الفريزر بالشكل ده، لما اكون حافظاها على شكل مكعبات، دي بقى بتسهل عليك ان انت تطلعيها في اي وقت. بتفك بسرعة جدا، اسرع من انك مثلا تكوني حطاها في برطمان او علبة بلاستيك وحطاها في الفريزر ونسيتي تطلعيها قبل الوصفة بفترة، فبتكون صعبة جدا انها تفك معاكي. ودي بقى الطريقة التانية اللي انا هحفظ بيها التوم. بجيب التوم وافصصه بالشكل ده واشيل القشر من عليه. لا بفصصه بس بالشكل ده، بس القشر بتبقى موجودة في فص التوم. واحطها في اكياس عادي جدا زي ما انت شايفه كده بالشكل ده، واحطها في الفريزر. دي بقى الطريقة دي بتبقى معاكي برضو طريقة جميلة جدا وروعة. بتطلعي منها حسب احتياجك، وتاخدي التوم بتقشريه وتستخدميه عادي جدا. والطريقة دي جميلة جدا ان هي كمان هو ممكن يصفر معاكي شوية بالطريقة دي، بس بيبقى عادي مش بيبقى فاسد او حاجة. بعد ما جمدنا التوم والتتبيلة بالشكل ده، طلعناها بقى علشان ايه نقطعها مكعبات. الغلطة بقى الوحيدة اللي انا ايه معلمتش التوم بالسكينة علشان يسهل عليا، بس الطريقة كانت سهلة جدا، وهو بيتقطع بالسكينة بمنتهى السهولة. هقطعه كده بالشكل ده. طريقة المكعبات بتريح جدا جدا، احسن من اي طريقة، احسن من ان انا احطه في برطمانات او علب بلاستيك. بتطلعي المكعب حسب الوصفة اللي انت حباها او حسب الاكلة، سواء مكعب او مكعبين او اقل. بيطلع سهل جدا وبيفك معاكي مسافة ثانية. خلاص قطعناه كده بالشكل ده. هقطع الكمية بتاعتي كلها واكون محضرة علب بلاستيك او علب تفريز، وتكوني مخصصاها بس للثوم علشان الريحة بصراحة بتثبت فيه، علشان ما تكونيش بتحطي فيها حاجات تانية.
هحضر علب التفريز وهبدأ ان انا ارص وما بين كل صف والتاني بعمل كده فاصل من الاكياس، علشان التوم برضو ممكن يلزق فيه، ممكن يلزق في بعضه وهتطلعيه من بعضه بسهولة. كمان لو حابة ان انتي تاخدي المكعبات مكعب وتغلفيه باكياس ستريتش، ممكن كمان يعني دي طريقة كويسة جدا، بس بصراحة يعني بتاخد وقت معاكي لو انتي مفرزة كمية كبيرة زي اللي انا عاملاها. لو انتي بتفرزي كمية قليلة بكمية قليلة ممكن تغلفيه كل مكعب بكيس ستريتش. اهي عملنا العلبة بالشكل ده، وكمان عملنا العلبة التانية وطلعت معايا كمية كبيرة جدا، وكمان قطعنا مكعبات التتبيلة زي ما عملنا التوم. جربوا الطريقة دي كده هتعجبكم جدا، وهتلاقوها طريقة عملية جدا وشيك ومرتبة. ودي كمية التوم اللي احنا فرزناه، وكمية التتبيلة اللي في العلبة، وكمية تتبيلة المكعبات زي اللي احنا عملناها، وادي كمان اكياس المكعبات اكياس التوم الفصوص اهي. وريت الفيديو يكون عجبكم، ولو استفدتوا حاجة وسمعتوا الفيديو للنهاية اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.